هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن الروتين اليومي قبل المدرسه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعارات، ويلا نبدا. ففكره الفيديو بكل بساطه ان انا هاخدكم في الروتين النهارده. هو ما يعتبرش روتين ليله المدرسه لانها مدرستي يوم الاثنين، الحمد لله يعني ان هي يوم الاثنين، او مش عارفه هي الحد ولا الاثنين، انا الى حد ما اعرفش صدقوني. يلا بينا. فاول حاجه انا فطرت وعملت السكين كير ورتبت الاوضه عشان كان فيها شويه حاجات كده فرتبتها، فما فضلش غير ان انا ابدا. فانا ما صليتش وما كتبتش التودو ليست، فانا دلوقتي هقعد اكتب التودو ليست بتاع السنه. انا تقريبا من ساعه ما بدات المذاكره وانا بكتب التودو ليست، يا اما في دي من مستر رضا الفاروق. التودو ليست دي هو ادانا واحده قبل كده اللي هي دي، بس دي بصراحه ما كنتش عارفه اتعامل معاها، بس دي طلعت حلوه تمام. يا اما بكتبها في الورق اللي هو بيبقى كده ده. فانا النهارده على حسب طولها، يعني طولها طويله فيها حاجات كتير هناخد دي عشان دي بتقسم بالوقت حرفيا، لكن لو ما فيهاش حاجات كتيره قوي يعني هناخد دي. يلا نبدا. والناس اللي بتقول يا انجي ما انت عندكم جورنال اللي هو بتاع النوت بوك دي انا هعملها للسنه الجديده وهعمل معاكم جورنال فيها، فاهمين؟ مش هعملها لتانية ثانوي كلها، عشان اختي مارينا كانت عاملاها لمرحله تانية ثانوي وعملت واحده لتالتة ثانوي. لا انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اعمل هي للسنه كلها مهما كانت بقى، كنت في تانية ثانوي او تالتة ثانوي. ايه ده؟ فهصلي وهكتب التودو ليست، بعد كده نشوف هنعمل ايه. فيلا بينا. رجعت لكم من جديد. دي التودو ليست بتاعتي، فيها حاجات فيها اجباري ان انا اذاكرها النهارده او اعملها النهارده، فيها حاجات اختياري بس حاجه منهم تتعمل. فتعالوا اقول لكم التودو ليست. اول حاجه النحو بتاع المحاضره الثانيه، انا سبت الواجب بتاعه فانا هراجع عليه واحل الواجب، وهراجع على باقي المحاضره، وهراجع على المحاضره الاولى عشان الامتحان بيبقى جاي من المحاضره الاولى والثانيه، واحل الامتحان عشان المحاضره اللي بعديها نزلت. وقررت ان انا المحاضره الثالثه اللي هي بتاعه العربي نزلت النهارده الفجر المفروض، فهبقى اسمعها يعني بكره تمام. وكمان احل الواجب بتاع التطبيقيه وارجع عليه، فاهمين؟ يعني ارجع على واجب التطبيقيه وارجع على التطبيقيه ذات نفسها، عشان انا المفروض فاضل لي صفحتين وعندي درس هما الاثنين، انا مش هبقى فاضيه بكره بصراحه. هذاكر درس الجبر اللي انا واخداه امبارح واحل الواجب بتاعه كله، انا مش هقسمه واجبات، انا هحل الواجب كله. وكمان هحفظ كلمات يونت 1 او هاخد اول درس تاريخ. انا ولا بدات انجليش لحد دلوقتي ولا بدات التاريخ، انا في مادتين انا معرفش عنهم اي حاجه. والفيزياء انا خدت اول درس بس من مستر عبد المعبود، بس انا هنزل سنتر بشوف مدرسين سنتر عشان انا مش عايزه اخد كله اونلاين، عشان لو خدت كله اونلاين انا هتزنق زنقه اوحش من زنقه الكلاب، هتبقى اوحش من زنقه الكلاب، فانا مش عايزه اتزنق. هو انا كده كده اصلا مزنوقه من قبل المدرسه، دي اصلا وش وظهر، ف هنعمل نفسنا مش شايفين ان وش وظهر، بس هاخدها حاجه حاجه. دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 11 و6 دقايق. يعني المفروض نبدا دلوقتي. انا صحيت الساعه 7 ونمت تاني، صحيت الساعه 10 فعقبال ما عملت كل اللي قلت لكم عليه وجهزت التصوير، فدلوقتي الساعه 11. فيلا بينا نبدا على طول. ولو حسيت ان انا بتلعبن فيلا بينا. ففي اول سيشن مذاكره ذاكرت فيه التطبيقيه او الاستاتيكا، مش عارفه انتوا هتقولوا عليها ايه، فانا جمعتها في كشكول واحد. انا كنت كاتباها في كشكول، كنت مخصصه كشكول صغير للرياضه تمام، ان انا اروح بالدروس وكده. فاكتشفت ان انا اصلا مكنتش عامله كشكول كبيره ومكنتش ملخصه القوانين ومكنتش عامله اي حاجه، فروحت جمعتها. فده مثلا يمكن اخد مني وقت بدل مراجعه، فانا يعتبر ذاكرت وكمان يعني عملت كشكول، فاهمين انتوا؟ في نفس الوقت والاسئله اللي كانت موجوده او المستر كان بيكتبها انا كنت بحلها لوحدي تاني، فكنت بحل اسئله برضو في نفس الوقت، فاهمين انتوا؟ اللي هو كنت بستغل الوقت من جميع الاتجاهات. بعد كده اخدت بريك حرفيا 10 دقايق، عملت لي كوبايه قهوه ورجعت كملت. هي ما كانتش قهوه بالظبط يعني، بس رجعت كملت. بعد ساعتين ونص فانا هاخد بريك هاكل مانجا، ودلوقتي الساعة 2:30، فهاخد بريك بتاع مثلا تلت ساعة وراجعة، هاكل مانجا ساعة ماما شوية وراجعة. واحنا في البريك نزلت انا ومارينا نجيب حاجة ايس كوفي وقهوة وكده. بعد كده ساعدت ماما في الاكل وكنا عاملين محشي. بعد كده دخلت بقى على الايس كوفي، عملت الايس كوفي الطريقة دي عملتها معاكم قبل كده، حطيت سكر وحطيت
بسرعة الذوبان وبقوا مية، ودوبت السكر زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا دوبوه شوية عشان الفوم يبقى تقيل، فاهمين اللي هو فوم تقيل محترم كده. وهنجيب المصفى دي ونحرك بيها بجد في 5 دقايق هتعملوا احسن فوم، احسن من مضرب مثلا. هو اكيد مش احسن من مضرب، بس يعني حاجه اقتصاديه لحد ما نجيب مضرب ما يبص بسرعه، لان احنا المضرب اللي بنجيبها كلها حرفيا اخرها مثلا اسبوع بالكتير قوي، مش بتعمل فوم ابن ناس. وبعد كده جبت كوبايه الكبيره وحطيت فيها تلج واللبن طبيعي. هو انا كل مره بغير في الترتيب يعني، بس المهم ان هي نفس الحاجات بتتحط بنفس المكونات. حطيت اللبن، بعد كده حطيت الفوم بتاع الايس كوفي، واسمعوا الصوت. تحفة، خطير. الحمد لله خلصنا اللي في التودو ليست هنا، وسنة عاملة من بدري. جمعت الجبر كله في الكشكول الكبير، ورجعت على كل اللي انا اخدته تمام. وده الاستاتيكا، مع ان الكشكول بتاع انجليزي التاريخ بس معناه من نفسنا مش واخدين بالنا. ورجعت على الاستاتيكا كلها اللي انا خدتها برضو. تعالوا نكلم بعض وش لوش. بعد ما المفروض ان انا اخدت بريك، رحت عملت مع ماما الاكل. لو سمعتوا اي صوت دوشه، انجلينا بتلعب على الباب عادي جدا. عملت مع ماما الاكل. بعد كده نزلنا انا ومارينا نشتري شويه حاجات للقهوه والايس كوفي وكده. وبعد كده جيت اتغديت او اتغديت. وبعد كده عملت لي ايس كوفي. ده التلج عامه، مش ايس كوفي، ده تلج تمام. عملت لي ايس كوفي وشربته وخلصت رياضه كده 4 ساعات. دلوقتي انا هبدا في العربي. انا المحاضره التانية اللي المفروض اصلا نازله من الاسبوع اللي فات، هي كده هتقفل امبارح، بس انا هعمل لها مد. انا ما حدش يكلمني، هعمل لها مد. هتقولي ده استهتار، اقول لكم ما عنديش وقت اذاكر، حرفيا بتاخد مني وقت طويل قوي، وقت طويل جدا. فانا كنت بقسمها على الاسابيع، فرحت مره واحده نسيت العربي اصلا ان انا عندي حاجه اسمها عربي، ورحت زنقت يوم الخميس ويوم الجمعه ما ذاكرتش فيها حاجه. فهنعمل نفسنا ايه، مش واخدين بالنا بالظبط. فهذاكر جزء النحو عشان هو اللي فاضل لي من المحاضره التانية، وهفتح المحاضره الثالثه وهراجع على المحاضره الاولى. هتقولي لي كل ده هتلحقي تعمليه؟ اقول لكم لان انا اوريدي عامله لهم ملخصات، واللي انا مش عامله ملخصات هعمله ملخص، بحيث ان انا ادخل المدرسه وانا فاهمين. فدلوقتي انا هاخد بريك صغنطوط، هتعشى فيه برضو. انا باخد بريك اتعشى، بعمل شويه حاجات وهرجع المذاكره تاني. فهاخد بريك اتعشى، بعد كده هرجع تاني للعربي اخلصه. المفروض كنت هجيب كتاب الانجليزي والتاريخ، بس بابا قال لي استني شويه عشان تروحي تجيبي انت واختك. انا وروما رايحين جايين المكتبه، وانا بصراحه ما صدقت عشان كسلت انزل، فقلت هجيبها. بابا هو اللي يجيبها، انا مش هجيبها، بابا هو اللي يجيبهم لي. فما عندناش مشكله. دلوقتي هروح اخد بريك، اعمل لي كوبايه قهوه عشان انا عايزه انام دلوقتي، مش عارفه ازاي بس عايزه انام. فهعمل لي كوبايه قهوه فوق، بعد كده هاجي اكمل العربي. انا كنت سامعه جزء النحو ده قبل كده اللي هو يوم الخميس، كنت سامعاه بس ما كنت سامعاه بالتركيز، فما عرفتش احل. فقلت ادخل اراجعه من الكشكول اللي انا كنت كاتباه. طلعت برضو مش فاهمه حاجه، فروحت سمعت المحاضره اللي هو جزء النحو من اول وجديد، وابتديت بقى اذاكره من اول وجديد، فاهمين. بعد 3 ساعات خلصنا جزء النحو، ورجعت على باقي المحاضرة وحليت الامتحان بتاع المحاضرة اللي بعدها والواجب، وفتحت كمان اجزاء في المحاضرة الثالثة بس مكتبتهاش ومش هنكتبها. ورجعت مراجعة سريعة جدا على المحاضرة الاولى. فدرس التاريخ ودرس اليونت بتاعة الانجليش انا ما ذاكرتهمش، لان انا ولا معايا كتاب ولا معايا اي حاجة اذاكر منها، وبصراحة انا خدتها حاجة. بس اللي هو انا عملت مجهود كويس ان انا تقريبا خلصت كل متراكم عليا، فضلت شغال عليا كام حاجه. انا لسه مبداتش انجليش، بس انا هبدا حفظ كلمات من نفسي. والتاريخ انا مبداتش مع مدرسين، مش لاقي مدرسين بصراحه، وباقي المدرسين لسه بشوف. بس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، وشاركوا. باي.